فعلى أثر ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه سيدفع اللواء غدا إلى رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، لا يرجع حتى يفتح له. قال ذلك، سمع الصحابة ذلك فطمع كل واحد منهم أن يكون هو المقصود بهذا القول، أن يكون حامل اللواء، ليس حبا بشهرة ولا حبا بزعامة ولا حبا بربح دنيوي من وراء حمل اللواء، لا. كل صحابي رضي الله عنه أحب أن يكون صاحب اللواء، لأن الذي يرفع اللواء يرتفع إلى منزلة يحبه الله ورسوله، يرتفع إلى منزلة يحب الله ورسوله. الكل طمع بهذه المنزلة حتى يرتفع إلى هذا المقام، حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك وانتظر الصحابة على أحر من الجمر فجر اليوم التالي حتى يعرفوا من سيكون صاحب اللواء. الكل يطمع لنفسه. جاء الفجر، جاء الصحابة إلى مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، طامع كل واحد منهم أن يحظى بهذا الشرف العظيم، شرف الدين والإيمان وحب الله وحب رسول الله، وعلى الدنيا السلام، وعلى زعامتها السلام، وعلى مناصبها السلام، وعلى أرباحها السلام. اجتمع الصحابة حول رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإذ برسول الله عليه الصلاة والسلام يدفع اللواء لسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. حمل سيدنا علي اللواء. ما معناه أن يحمل اللواء؟ معنى ذلك أن يبقى اللواء مرفوعا، معنى ذلك أن يبقى اللواء عاليا، معنى ذلك أن يضحي إن لزم الأمر بروحه كي لا يسقط اللواء، معنى ذلك أن يبقى يرفع هذا اللواء في وجه كل الفتن، وفي وجه كل الشدائد، وفي وجه كل العواصف، حتى لو تجرأ الظلم الإسرائيلي وأعلن عن حظر الحركة الإسلامية، يجب أن يبقى اللواء مرفوعا عاليا شامخا منتصرا لله، منتصرا لرسول الله، ثم منتصرا للمسجد الأقصى رغم أنف العنصرية الإسرائيلية ورغم أنف الظلم الإسرائيلي
وأن يحيا الواحد منا على هذا العهد حتى يلقى الله تعالى. سيدنا علي حمل اللواء في أيام صعبة، في أيام عنوانها التضحية، بذل الروح، الشهادة في سبيل الله، حب الموت، الإقبال لا الإدبار، الثبات 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 في وجه كل العواصف. حمل اللواء، حمل اللواء، حمل اللواء، وما سمح له أن يسقط، فأكرمه الله وأكرم الصحابة وفتحوا حصن ناعم، وتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا. هكذا إذن الطريق، طريقنا ليست نزهة ولا تسالي ولا متعا ولا بريق ذهب وفضة ولا طقطقة أموال ولا شهرة زعامة، لا، طريقنا قد يطول، قد يشتد فيه السير، قد تحيطه المحن، قد تظلله الفتن. المطلوب أن نرفع اللواء، المطلوب السير إلى الأمام، المطلوب الثبات، الإقدام، التحدي، العمل، الأمل، التفاؤل، حتى نلقى الله تعالى. هذا المطلوب، هذا المطلوب بإذن الله يا حملة لواء الإسلام، يا حملة لواء نصرة القدس ونصرة المسجد الأقصى. هذا هو المطلوب اليوم، كما كان مطلوبا بالأمس وكما هو مطلوب غدا. مشهد يؤكد ما أقول، فاسمعوا، والأولى أن تحفظوا، والأولى ثم الأولى أن نفقه أبعاد هذا الحدث. ما هو؟ اسمعوا جيدا. في اللحظات الأولى ما قبل الصدام وما قبل أن تشتبك السيوف والرماح ببعضها، قبيل لحظات من الصدام في معركة أحد، حمل رسول الله عليه الصلاة والسلام سيفا وقال للصحابة رضي الله عنهم: من يأخذ مني هذا؟ لاحظوا السؤال الأول، السؤال الأول قال: من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم، الكل بسط يده، وكل واحد أخذ يقول: أنا 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 أنا. وإذ برسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل سؤالا آخر، وإذ به يقول: فمن يأخذه بحقه؟ اختلف السؤال، الآن اختلف السؤال.
فمن يأخذه بحقه فأحجم الكثير، تراجع الكثير، لم يبق إلا قليل يقول أنا، لم يبق إلا قليل يقول أنا. أحجم المعظم منهم. وإذ بأحد الصحابة رضي الله عنهم يدعى أبو دجانة، وإذ به يقول: وما حقه يا رسول الله؟ ما حقه؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تضرب به العدو حتى ينحني، حتى ينحني السيف بيدك، هذا حقه، أي ألا تسقط هذه الأمانة، أي ألا تهرب، أي ألا تختبئ، أي ألا تبتعد، والأولى ألا تخون، الأولى ألا تخون، أن تبقى مع الله ومع رسول الله، ولا لله ولا لرسول الله، بيعة لله بيعة لرسول الله، ألا تتراجع عن ذلك. أمانها، والأماني غالية يا إخوان، الأماني أثقل من السماوات والأرض، الأماني غالية، تحتاج إلى رجال، تحتاج إلى قلوب تحملها، تحتاج إلى صدور تحفظها. الأماني غالية يا إخواننا. هكذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال أبو دجانة: أنا آخذه بحقه يا رسول الله. حمل السيف، حمل الأماني وتقدم وهو يقول: أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل أن لا أقوم الدهر في الكيول أضرب بسيف الله والرسول. ظل كالجبل، انتشرت في جسده الجراح، صبغته الدماء من رأسه حتى أخمص قدميه، ولم يسقط الأمان. الأمان غالية يا إخواننا، خاصة إذا كانت أماني لله ولرسول الله، وإلا أمانات الأرض ما أرخصها، ما أرخص أمانات التراب، ما أرخصها. الأمان غالي عندما تكون لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبهوا يا إخوان، اسمعوا مني جيدا. إلى جانب أبي دجانة، إلى جانبه، بل لعله كان أمامه، أتدرون من كان؟ من كان يحمل أماني أخرى؟ من كان؟ شاب في مقتبل العمر، كان من أجمل شباب العرب قبل الإسلام، فتنت به النساء، كان يضرب مثلا بالجمال، كان يضرب مثلا برائحة عطره ولين ثيابه ورغد عيشه. أتدرون من كان؟ مصعب بن عمير. على فكرة كان سيدنا مصعب شديد الشبه